جد مهم حول الحلول القائمة على الطبيعة. كانت فرصة للتذكير وكذلك إبراز المجهودات اللي كتقوم بها الوكالة الوطنية للمياه والغابات فيما يخص حماية الطبيعة وكذلك استعمال الطبيعة للحد من الآثار ديال التغيرات المناخية. فالاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2020-2030 جات بمجموعة من الحلول اللي كتجعل أنه الساكنة المحلية في قلب جميع التدخلات، واللي كتفكر كيفاش تشاركها بأحسن طريقة ممكنة، لا فيما يخص يعني بعض المشاريع مديرة للداخل، كذلك الاستفادة من المناطق الرعوية اللي كتكون في المجالات الغابوية، وكذلك يعني إشراكها في القرارات التي تتخذ على الصعيد المحلي. La nature est en train de changer sur le globe à cause d'un certain nombre de et le climat est en train de changer. Donc comment faire que la nature et l'être humain, tous leurs changements, on puisse les maîtriser et trouver des solutions de résilience pour la nature et pour les êtres humains. كذلك قطاع المياه والغابات، الوكالة الوطنية للمياه والغابات كتقوم بمجموعة التدخلات لا فيما يخص عمليات التخليف والتشجير، كذلك عمليات تهيئة الأحواض المائية، حماية التنوع البيولوجي فيما يخص المناطق المحمية والمناطق الرطبة، ثم كذلك يعني تسيير وتدبير المخاطر الطبيعية مثل الحرائق وكذلك يعني ذبول الغابات. فهذا كلهم مجهودات كتقوم بها الوكالة يعني للبحث عن حلول بطريقة مستمرة مع الساكنة المحلية للحد من آثار التغيرات المناخية والتغيرات العامة بصفة عامة. إذن هذا اللقاء هذا اليوم مع جمعية الأساتذة ديال السيونس في كان على المقاومة أو التحرر من هذه المشاكل ديال اللي جات مع التقلبات المناخية والتغييرات المناخية اللي حسينا بها كاملين في المغرب، منها الجفاف، منها الأمطار في غير وقتها، منها الفيضانات، منها بزاف ديال الأهوال. وبالنسبة لنا حنايا كجمعية خصنا نديروا الإنسان في وسط هاد الدوامة هذه كيفاش يخرج منها. لهذا درنا هذا النظام هذا ديال هذا اللقاء على المقاومة، كيفاش نقاوموا هاد الاشياء هذه. وتنتمنى اننا كلنا ننجحوا في هذا اللقاء هذا، ويوصل الصوت ديالنا للناس المسؤولين باش يوصل لهم هاد الاشياء هذه ويساعدونا باش يكون هناك اشياء مهمه بالنسبه للمغاربه ديالنا خوتنا، لانهم كاين اللي كيعرف يدوي على هذا الشيء، كاين اللي قابل وبصمت ولكن كيتمحن في حياته. حضورنا اليوم في اللقاء الوطني حول مشروع الصمود اللي كيهتم ولا كيبني على المشاريع ولا على الحلول اللي عندهم علاقه بالطبيعه. نحن كشباب انه كنتمنوا بحال هاد المشاريع، بحال هاد التجارب اللي ممكن انهم يشتغلونا في المجال، خصوصا المجال البيئي، لا سيما انه الشباب عنده علاقه مباشره مع المجال القروي، مع المجال الحضري. نظن انه في المجال القروي كاين شباب اكثر، يعني يجيبوا العنايه وتعطى لهم قيمه كبيره للمجال القروي، لانه هما مكان الاشتغال. العادات ولا التقاليد اللي كاين في المجال القروي اللي عندهم علاقه مباشره مع البيئه هما الحاجات اللي ممكن نتعرفوا عليهم هذا الجيل، هذا الشباب الجديد، واللي ممكن نحافظوا عليهم من اجل البيئه ديالنا. هناك مجموعه الوسائل اللي ممكن نديروهم التنميه، ولكن خصنا ضروري نحافظوا على هذه الحلول القائمه على البيئه ولا على المجال. اليوم جينا نشاركوا مع في هذه الورشه لإعطاء إبداء الرأي حول الحلول القائمة على الطبيعة، وإعطاء التعريف ديالها، خاصة لأن هذا يعني مفهوم جديد سيساهم في المحافظة على التنوع البيولوجي وعلى المنظومة الطبيعية، سواء منها الغابوية أو البحرية أو المياه العذبة. اليوم مجتمعين هنايا
خبراء يعني من جميع الجهات سواء على الصعيد الوطني او الدولي، يعطيو يعني التعريف عن هذه الحلول. يعني هذا كان نقطة انطلاقة، سيكون هناك ورشات أخرى سواء المجتمع المدني أو على الصعيد يعني الإدارات أو الوزارات. نحن يعني في إطار هنا يعني تم يعني مصادقة على الإطار الدولي للتنوع البيولوجي، وهذا المفهوم يعني يدخل في هذا الإطار، وسنحاول في يعني إدخاله في الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي. اللقاء الوطني اللي تنظم اليوم حول الحلول القائمة على الطبيعة في الحقيقة عرف واحد المشاركة متميزة للمؤسسات الوطنية المياه والغابات، الوكالة الوطنية للمياه والغابات، ولا الوزارة اللي مكلفة ومنها المسؤول رقم 1 على التنوع البيولوجي، ولا كذلك مختلف المشاركين الدوليين من الاتحاد الأوروبي، وكذلك اللقاءات اللي كانت تحضيرية مع لايف داي مع الوكالة الفرنسية للتنمية ومع الشركاء ديالنا الصندوق العالمي للطبيعة. كان هناك في الحقيقة واحد التنوع في أولا الشركاء الدوليين كانوا المسؤولين الوطنيين، كانوا المسؤولين الجهويين عن المجلس الجهوي، وكان كذلك الفاعلين لا في الوكالات الحضرية ولا المهندسين ولا كذلك من فاعلين خبراء في مختلف المجالات، والمشاركة ديال الفاعلين من أنحاء المغرب، من الداخلة العيون درعة تفيلات، كل المغرب كامل كان حاضر من الجهات ال12. لماذا؟ لأن الموضوع مهم جدا. علاش؟ لأنه كيعالج أكبر إشكالية هو الاختيارات الاقتصادية والاختيارات التنموية اللي دارت هاد 150 سنة لا في المغرب ولا في العالم، واللي نتج عنها أولا فقدان الرأسمال الطبيعي، فقدان الموارد، فقدان المنظومات البيئية، ولكن كذلك عدم تحسن الأغلبية الإطار ديال الحياة والاستدامة ديال الموارد. وهذا جعل بأن العالم كيفكر بأن ديك الهندسة المدنية اللي كان كيظن كيدير بها المدن وكيدير بها واحد العدد ديال الإنجازات لا في السكن ولا في الإنتاج ديال المواد إلى آخره، تبين بأن كاين عندها بدائل طبيعية اللي ممكن ما تأديش للنتائج السيئة. حتى بالنسبة للطاقة كاين بدائل طبيعية اللي تحل المشكل. حتى في التهيئة العمرانية والمجالية فهناك تهيئة أخرى مختلفة اللي كتدخل المكونات الطبيعية وكتمكن. حتى في الصناعة ديال البلاستيك ممكن تكون طبيعية من طحالب، حتى في التصفية ديال المياه ممكن تكون طبيعية. هناك عدة حلول. الطبيعة عطاتنا دائما حلول كثيرة، وبالاقتصاد الدائري هذيك الحلول في الحقيقة كتخلي بأن ما كنستنزفوش الموارد وما كنرميوش ملوثات، كل شيء كيكون كيدور في الطبيعة، الكل يتحول، لا شيء يزداد ولا شيء ينقص، وهذا كيخلي داك التوازن. هاد الحلول المبنية على الطبيعة اللي خرجت اشياء جديده خاصه في التكنولوجيا ديال الطحال المجهريه، التكنولوجيا ديال تربيه الحشرات اللي كتعطي واحد الحلول كبيره للامن الغذائي، وكذلك التربيه ديال الحيوانات. كاين هناك حلول مختلفه متنوعه اللي ذكرنا بعض الانماط منها، وقع الاتفاق على غدا في الخرجه وتخلق واحد الشبكات اللي غنناقشوا محور بمحور خلال هاد السنتين، على اساس ان الوزاره ديال الاستثمار، الوزاره الماليه، الوزاره الصناعه، الوزاره التجاره ديال الفلاحه، كلهم الان خاصهم يدمجوا هذا المكون، وخاص الجهات والجماعات تدمج هذا المكون، ونغيروا الطريقه ديال التهيئه وديال الاستثمار وديال الصناعه. وهذا هو اللي غادي يعطينا يا اما حلول كلها مبنيه على الطبيعه قائمه على الطبيعه، واما حلول مبنيه على الطبيعه مدمجه مع حلول كلاسيكيه ديال الصناعه التقليديه، الصناعه كما هي الان، وكذلك التهيئه العمرانيه كما هي. وبالتالي هذا المزج ما بيناتهم غادي يعطينا حلول كبيره اللي هي المسار الوحيد اللي غادي يخرجنا من هذا اللولب اللي دخلنا ليه ديال الاشكاليات المتتاليه والازمات المتتاليه.